أشرفت اللجنة الخاصة بالهبات الملكية اليوم بإقليم سمارة على تسليم الهبات الملكية لفائدة زوايا الشيخ سيد أحمد الرقيبي والشيخ سيد أحمد موسى والشيخ سيد أحمد العروسي والشيخ ماء العينين. مزيد من التفاصيل في سياق متابعة ساك رحال ومبارك الباس. بداية أنشطة اللجنة الخاصة بالهبات الملكية كانت صباح اليوم بمقر ضريح القطب الرباني الشيخ سيد أحمد الرقيبي، حيث كان في استقبال الوفد الرسمي أبناء وحفظة ولي صالح. وفي أجواء روحانية تم تسليم الهبة الملكية الخاصة بهذه الزاوية. نستحضر هذه الذكرى، نقوم باحتفاء بهذه الذكرى لما يليق بها من قراءة القرآن وامداح النبوية والدعاء الصالح لفقيدي العروبة والإسلام الملك حسن الثاني والملك محمد الخامس طيب الله ثارهما. الأجواء نفسها طبعت منطقة الحصيات ومقام الولي الصالح سيد أحمد موسى، حيث كان في استقبال الوفد الرسمي أبناء وحفظة الولي الصالح الذين توافدوا من كل حدب وصوب لاستقبال الهبة الملكية الخاصة بهذه الزاوية المتواجدة غربي السمارة. هذا الموسم نعدله كل عام الاتجاه كل حد، من قد الشباب ومن قد الشيم ومن قد الشباب ومن قد الوطن ومن قد الشيء حق نقولهم وكذا. هذا أولئك الصالحين اللي قدماء خليها جد الجد زوايا يعدلوا الله شي المولانا. وبضريح الولي الصالح الشيخ سيد أحمد العروسي وفي أجواء روحانية ودينية تم استقبال الوفد الرسمي من طرف أبناء وحفظة هذا الولي الصالح، واستبشار منقطع النظير بالهبة الملكية الخاصة بهذه الزاوية الدينية. نثمنوا هذه زيارة الحاج الملكي والوفد المرافق له لهذا القطب الرباني اللي هو قطب الولي الصالح الشيخ سيد أحمد العروسي، يعني الغني عن التعريف. هذه من جهة ثانية يعني جميع الشرفاء العروسيين يعني مرحبين بهذه الزيارة. ليختتم برنامج اللجنة الخاصة بالهبات الملكية بمقر زاوية القطب الرباني الشيخ ماء العينين بسمارة، حيث تلقت الزاوية بدورها الهبة الملكية المخصصة للزوايا في أجواء دينية وروحية. العرش العلوي منذ مولاي علي الشريف إلى جلالة الملك محمد السادس، هذا متسلسل في الفضيلة، متسلسل في الاعتناء بالجميع المغاربة وبالأخص الشؤون الدينية بما لديه من وسائل مادي ومعنوي، ورعي ثمرته اللي توم اليوم سجلوها حملة القرآن حفدته وأحباء ومريدوا. وتجسد الهبة الملكية الخاصة بالزوايا بمنطقة الصحراء استمرارا للروابط الدينية والشرعية بين ساكنة الأقاليم الجنوبية والدوحة العلوية الشريفة منذ عدة قرون.